أنا سميتي يوسف، كنخدم حارس ليلي في دار قديمة في مدينة سلا. الدار ديال واحد التاجر مات من 40 عام، وولادو ما بغاوش يسكنوا فيها حيت كيقولوا فيها اثار ماشي ديال الدم، لا اثار ديال الرجلين كيبانوا غير في الشتا وملي الارض كتكون فازقه. كل ليله كنشعل الضوء كنمشي كنقلب في الدار وكنلقى اثار رجلين كيمشيو من الباب الكبير، كيطلعوا للفوق وكيدخلوا للبيت المسدود من 40 عام. والمشكل الاثار كيمشيو بوحدو وما كيرجعش. هنا فين جاني الخوف وبزاف. الليلة السابعة ديالي في الخدمة الشتا كانت كتصب، خرجت ندور وتبعت الآثار كيف العادة. طلع للفوق، واقف قدام الباب المسدود، وقفت قلبي كيضرب. فجأة سمعت صوت تكركيب ديال الساروج من الداخل، والبيت مسدود والباب مسدود بالسلسلة من برا. مستحيل شي واحد يدخل، ولكن المفتاح كيدور. كتسمع طرق طرق طرق. انا بكثرة الخلعة غوت شكون تما، وانا نسمع السكات. اثار ديال الرجلين اختفاو فجأة من قدام الباب. الصباح جاو ولاد مول الدار باش يشوفوا علاش هربوا 3 الحراس قبل مني. قلت لهم على الاثار والصوت، ضحكوا وقالوا لي راك مريض انت. واحد فولاد داك السيد قال لي صافي نهرسوا هاد الباب ونهنيو راسنا ونهرسوا حتى السنسلة، وحلينا الباب المسدود من 40 عام. والله العظيم اخوتي لقينا في وسط البيت قبر جديد، وقبر فيه جثة ديال واحد لابس قفطان وفي يدو مفتاح ديال الباب، يعني ساروج. والكارثة اثار رجلين اللي كنت كنتبع فيه كان كيبدا من القبر وكيخرج من البيت. بحثوا وبغاو يعرفوا شكون هاد السيد، قلبوا عليه في الملفات القديمة. طلع هاد الجثة هو التاجر اللي مات من 40 عام، ولكن كيفاش تدفن بوحدو وشكون سد عليه بالساروج علاش في يدو. من ديك الليلة اثار ديال الرجلين ما بقاوش كيبانوا، ولكن دابا ملي كنعس كنحلم بواحد لابس قفطان كيقول لي شكرا حيت حليتي عليا، دابا الدور ديالك تحرس البلاصة. من ديك النهار وانا كنفيق كل ليلة مع 3 الصباح وكنلقى اثار رجليا انا طالع الفوق بوحدي. العبرة مرات الاثار اللي كتقلب عليه هو الاثار ديالك انت. شنو بان ليكم؟ واش الجثة كانت كتقلب على شي واحد يحل عليها، ولا يوسف الجثة الجاية؟ شنو في نظركم؟